النهاردة هوريكوا ازاي نعمل صينية سمك حلوة قوي. كل اللي هيدوقها وهياكلها هيسألكوا عاملينها ازاي. هنعمله بقى بتتبيلة مميزة وطعمها حلو قوي ومعتمدة، هتخلي السمك ده في حتة تانية. وهعمل معاكوا رز الصيادية اللي بيبقى واخد اللون الحلو قوي كده، وكمان طعمه بيبقى رهيب. وفي البداية بقطع الخضار اللي هنستخدمه في التتبيلة. بنقطع طماطم وخضرة شبت وكمان كزبرة، وعندي كمان فلفل حامي وفلفل بارد. الكميات بتاعت الخضار دي على حسب كمية السمك اللي عندكم. انا عملت سمكتين فزودت شوية في التتبيلة علشان السمك اللي عندي كان كبير شوية. وهنستخدم كمان بصلة كبيرة وهنقطعها علشان بس نسهل على الكبة ان هي تفرم الخضار كويس. وبجيب الكبة وبحط فيها الخضار اللي احنا قطعناه. بحط بقى على الخضار ليمونة معصورة كبيرة، وبحط كمان فصوص توم كتير، يعني بنكتر توم شوية علشان السمك بيحب التوم والليمون. وبحط كمان معلقة كبيرة من المستردة، وممكن نستغنى عنها ونستبدلها بالخل. وبحط بقى التوابل، بحط ملح، معلقة صغيرة من بهارات السمك، ومعلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الكمون، وحوالي ربع كوباية من الزيت. وبناخدهم بقى نضربهم في الكبة، مش بنضربهم ناعم خالص، يدوب بس الخضار يبقى باين كده. اي نوع سمك انتوا بتحبوه بتفضلوه هينفع معاكم في وصفة النهاردة. انا استخدمت سمك بوري، نضفته كويس جدا ونضفت بطنه ونقعته شوية كده في الليمون، وبقى معايا زي الفل. بنعمل فيه فتحات بالشكل ده كده علشان نساعد التتبيلة انها تدخل جوه اللحم وتطعم لي لحم السمك. بناخد بقى التتبيلة وندعك بيها السمك من بره ونحشيه من جوه ونتبله كويس جدا بالتتبيلة دي. ما تنسوش برضو قبل ما تحطوا التتبيلة على السمك تدوقوها إذا كانت عايزة شوية من الملح ولا حاجة ولا لأ. وعايزة أقول لكم كمان لما تدوقوا التتبيلة دي في الأول هتحسوا بجد إن السمك هيطلع معاكم رهيب، وهتخلي السمك طعمه في حتة تانية. الريحة بقى وأنا بتبل السمك كده طالعة وهم. بنسيب السمك ده في التتبيلة حوالي نص ساعة لو مش مستعجلين. كل ما يستنى في التتبيلة أكتر كل ما يبقى السمك أطعم وأحلى. وفي الفترة دي بنقطع الخضار اللي هنحطه تحت السمك أو هنفرشه بالبلدي كده تحت السمك. حبتين بطاطس، ونقطع البطاطس بسمك رفيع علشان تستوي معانا أسرع. وقطعت كمان حبة طماطم واحدة بس، وقطعت بصل، وكمان قطعت ليمونة كده شرايح للتزيين بس. بنجيب بقى الصينية اللي هنحط فيها السمك ونرص فيها الخضار من تحت بالطريقة دي كده. وبعد كده التتبيلة اللي اتبقت من السمك بحطها على الخضار، وبشطف الكبة بشوية من المية وبنزل بيهم برضو على الخضار، وبفرد التتبيلة بالطريقة دي كده. وممكن كمان نمسك الخضار ده وندعكه في التتبيلة، هيبقى حلو قوي برضو. حطيت قد ايه مية؟ حوالي نص كوباية من المية. كده كده هنغطي على السمك والخضار، والخضار هينزل السوائل بتاعته فهيسوي البطاطس وهيسوي السمكة كمان. البخار اللي هيطلع من السوائل اللي نزلت من الخضار هيسوي لي السمكة وهتبقى زي الفل ان شاء الله. وبغطي عليهم بورقة زبدة وورقة فويل. بيدخلوا بقى فرن مسخن على 200، هتاخد ساعة الا ربع وهتكون استوت معاكم. مع المتابعة هنحطها على الرف الوسطاني. وفي الوقت ده بقى بنعمل الرز. في حلة على النار حطيت حوالي ربع كوباية من الزيت، مقطعة بصلة كبيرة كده مكعبات صغيرة هنزل بيها على الزيت، ونشوح البصلة كويس جدا لحد ما لونها يحمر. وأول ما البصل يبدأ لونه يحمر بنزل عليه بورقتين من اللوري ومعلقة كبيرة من السكر. السكر يتكرمل ويديني اللون الحلو، أنزل عليهم بكوبايتين من المية المغلية.
وبنسيب المية مع البصل تغلي كده غلوتين 3 علشان تدينا اللون الحلو للرز. بنحط الملح والكمون وبعدين ننزل بالرز المغسول. وبنقلب، ولو حسينا ان الرز لسه محتاج مية بنزود له مية. بنزود بقى عقد الرز المظبوط اللي هو عقلة صباع، ونغطي عليه او نديله تقليبة الاول وبعدين نغطي عليه ونسيبه يتشرب على نار عالية. واول ما يتشرب المية بتاعته بنهدي عليه النار خالص وبنغطي عليه ونسيبه يستوي. وهنا بقى السمك بتاعنا بقى جاهز وشكله تحفة. ونسيت اقول لكم في الاول ان اخر ربع ساعة في سوى السمك وهو في الفرن بنشيل ورقة الزبدة وورق الفويل، وبنفتح الشواية السمك ياخد اللون الحلو ده. والرز كمان كان استوى وغرفته في الطبق وشكله تحفة كده زي ما انتوا شايفين. بنقدم معاه سلطة طحينة او سلطة خضراء، او ممكن ما نقدمش حاجة خالص وناكله مع الخضار اللي تحتيه ده، بجد تحفة. الريحة بقى ما اقولكوش، اكيد واصله لكم من الفيديو. ما شاء الله، الله اكبر بجد على الحلاوة. يعني السمك واخد السوى المظبوط، واخد كده سنة قرمشة من بره، واللحم طري من جوه وشارب من طعم التتبيلة وطعمه حلو قوي قوي. الرز ده بقى ما شاء الله طالع طعمه حكاية، يعني يتاكل حاف ما شاء الله. والخضار بقى اللي حطيناه تحت السمك واخد كده من طعم التتبيلة وواخد من السوائل اللي نزلت من السمك، وكل حاجة ما شاء الله طالعة بيرفكت. اتمنى بقى تعملوا وصفة النهاردة او تعملوا السمك بالتتبيلة دي وبالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم على خير. مع السلامة يا حلوين.